الرحمن الرحيم. كتير بيسأل على المانجا الأسطن والمانجا النعومي، هل تجود في آثار 70 ولا لا؟ دي قصرية اللي قدامكم دي اسمها قصرية 70. خلاص، آثار 70 بيصلح فيها بعض أنواع أشجار الفاكهة وليس كل أنواع أشجار الفاكهة. خلاص، دي مانجا أسطن. كتير ما يعرفش شكل الأسطن. الراجل المحترم ده هيشرح لكم دلوقتي الفرق بين الأسطن والنعومي. ورينا كده، فين الأسطن؟ اهي. فين النعومي؟ اهي. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق انهي المسكرة اكتر؟ دي طيب دي مسكرة برضو؟ دي النعومي. مسكرة بس مش قوي. جميل. طيب الأسطن بتبقى مدورة. الأسطن بتبقى المانجا مدورة واخدة دوران. خلاص، إنما النعومي بتاخد شكل إيه؟ بيضاوي. النعومي بتاخد شكل بيضاوي. دي شكلة الأسطن ودي شكلة النعومي أهي. اللي أنت قدامك دي في 70، التانية دي النعومي. طيب تعال حاجة تانية، امسك كده. دي مانجا إيه دي؟ دي مانجا ها، نسيت؟ عويس. عويس. جميل. ادي العويس دي معشوقة الجميع. المانجا العويس من الاشجار الفاكهة جميلة، مش كده؟ طيب دي تنفع في قصرية مانجا العويس؟ لا. ليه؟ عشان جذورها كبيرة. يعني المانجا العويس ما تنفعش في قصاري، صح؟ برافو عليك. المانجا العويس من ضمن انواع المانجا اللي ما تنفعش في قصاري 70. يعني دايما لما نيجي نحط شتلة مانجا، هنزرع مانجا على روف أو في قصرية 70 زي كده، لازم نعرف إن في مانجا تنفع في قصاري 70 ومانجا ما تنفعش في قصاري 70. شكرا يا أستاذ ياسين.